ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تنسوش بقى لايك وشير للقناه، بحبكم في الله. واللي اول مره يشرفني ينسيش يعمل اشتراك في القناه. بحبكم يا احلى متابعين، ربنا يخليكم لي يا رب وتديموا نعمه في حياتي، وبشكركم على تعليقاتكم وكلامكم الجميل. ربنا يخليكم ويجعلكم كده نعمه في حياتي دايما يا رب. نسمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على الرسول. معانا هنا طاسه اهي على النار، هنعمل تحليه حلوه كده كل الولاد بيحبوها، بس هنعملها لهم بقى ايه بالمهلبيه. تمام. معانا هنا معلقه زبده حلوه كده. تمام. الزبده بتاعتنا تسيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل بيها بقى ايه بمعلقه شعريه كده، نعمل بقى شويه شعريه كده بالمهلبيه جميله كده للولاد، حلوه كده، تحليه كده بسيطه كده للولاد. تاخدش منك ايه 10 دقايق، تعمليها كده في 10 دقايق، تاخدش منك اي حاجه. تمام. هننزل عليها بذرة ملح، يعني حاجة كده ما تذكرش. الملح ده بيخليها بقى ايه الشعرية بتاعتنا تاخد لون موحد، بيساعد ان هي تطلع معاكي واخدة ايه لون واحد. تمام يا بنات. نقلب بقى في الشعرية بتاعتنا لحد ما تاخد ايه لون واحد معاكي. ذرة الملح يعني ذرة ملح كده، يعني ما تذكرش خالص، يعني حاجة بسيطة جدا. تنينا نقلب فيها، ايدك فيها على طول ما تسيبهاش، لان الشعرية ما بتستحملش عشان تبقى واخدة لون واحد. وذرة الملح دي هتساعدك ان انت تاخدي اللون الذهبي الجميل بتاعها. تمام. الشعريه بتاعتنا يا بنات خدت بسم الله ما شاء الله، شايفين خدت لون واحد كلها ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللون الذهبي الجميل دوت. تمام كده يا بنات. هننزل بقى عليها بايه بكوبايه. تمام كوبايه. تمام. معاهم 3 معالق من السكر بالشكل ده كده. هنسيب بقى ايه الشعرية بتاعتنا مع نفسها كده، وتعالوا نشوف بقى نعمل بقية الوصفة. معانا هنا بقى حلة نعمل بقى المهلبية بتاعتنا. نزلنا هنا بأول كوباية لبن، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني كوباية. الكوباية التالتة مش كاملة يا جماعة. تمام كده. ننزل بقى عليهم ده 1 2 3 3 معالق من ايه من السكر، وهنا ادي 3 معالق نشا. ممسوحين كده. تمام كده. نقلبهم بقى تقليبه حلوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونرفعهم بقى على النار. رفعنا بقى ايه اللبن بالنشا بالسكر على النار. تمام بالشكل دوت. نقلب فيه لما ياخد بقى ايه لون كريمي كده حلو.
تحلية بقى تاخدش منك 10 دقايق. جالك ضيوف معاهم ولاد او كبار، تحلية حلوة. وكلنا بنحب الشعرية ام سكر، ساعات بنعملها كده باللبن تبقى جميلة. النهاردة بقى نعملها بقى بالمهلبية، هتبقى حلوة قوي قوي وهتعجب الولاد، حاجة كده تحفة. المهلبية بتاعتنا هي بدأت يا بنات تاخد ايه، تلف كده معانا اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بدأت تتقل معانا اهي ما شاء الله عليها. المهلبية بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال. هنبدأ بقى. هنا بقى جهزنا بقى الكاسات بتاعتنا اللي هنفضي فيها التحلية بتاعتنا. ممكن تجيبي قارب وتحطي فيه الكريمة وتحطي على وشه الشعرية، وممكن تعملي بالطريقة اللي انا بعملها كده. يعني يعني لما يكون للولاد كل واحد كاسة من التحلية ديت بيبقى افضل يعني. تمام. نبدأ بقى نرص الشعرية بتاعتنا كده الأول. رصيناها في الكوبايات بالشكل ده. نسيب منها بس شوية كده، نكسر اللون الأبيض بالشكل ده كده يا بنات. اهو المهلبية بتاعتنا بقى اهي. ابدأ بقى اخد المهلبية بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طريقة حلوة. كمل كده بقى الكاسات بتاعتنا كلها بالشكل ده يا بنات. نكسي بقى الشعرية بتاعتنا من المهلبية بتاعتنا اللي احنا عاملينها. تحلية جميلة وتحفة كده، وبتاخدش منك 5 دقايق. لو جايلك ضيوف ومش عارفة تعملي لهم ممكن تقومي تعملي شوية المهلبية دي، مش هتاخد منك اي وقت. كوباية الشعرية يا بنات اللي انا عملتها عملت لي 6 كاسات. وبكده بقى يا بنات التحلية بتاعتنا خلصت. يعني احنا عملنا كوباية شعرية جات لنا 3 كاسات. وكوباية الشعرية احنا احتاجنا عليهم 6 معالق من السكر، 3 على الشعرية و3 حطيناهم على المهلبية، وكوبايتين ونص لبن و3 معالق نشا. هي دي بقى التحلية بتاعتنا، ما خدتش مننا وقت، و10 دقايق تعملي فيها التحلية دي وتفرحي بقى الولاد. اشوفكم بقى في فيديو جديد باذن الله من مطبخ بشير الخير. ما تنسوش لايك للشير وللقناه. بحبكم في الله. احلى متابعين.